جنة وكأنك سافرت. وعلاش نقولوا نحن يبدا بالبلاصه مزيانه نقولوا كأني ماكش في تونس، خاطر ما كناش نعرفوا تونس. اعمارنا بين معناها نوصلوا حتى لل 40 سنه ونكبروا ما نعرفوش تونس. علاش احنا نشوفوا تصاور بتاع دول الاجنبيه ونقولوا والله كي يصورونا بلايص نقولوا كأني ماكش في تونس، خاطر نحن ما نعرفوش تونس. خاطر تونس ازين بلاد في العالم، خاطر تونس تصورها لازم تتروج لكل انحاء العالم. نقول شوفوا بلادي محلاها، يصور كل تركينه بعينيه المزيانه. تونسي يهز الكاميرا نتاعو ويمشي للاعماق نتاع تونس المزيانه. انا صورت برشا فيديوهات وما نجمتش نتصور والمشاهد اكبر من تليفوني واكبر من الكاليتي نتاع التصوير اللي عندي. ولازم تجوا تشوفوا بالعين، معناها لازم تخرجوا صغاركم وتعرفوهم بتونس باش ما عادش نقولوا كأنك ماكش في تونس. لا، كأنك في تونس. ما نجمش نوصف الطريق كامل مزيان، الأرض خصبة، الخضار، الجبل على مد البصر. صراحة برافو للشباب اللي أغرانا بتونس وصورنا تونس محلاها. ولاد بلادي المحلاهم إن شاء الله يا ربي تونس ديما بخير. برافو ديما للناس اللي توصلنا تصوير تونس محلاها، خاطر هي تونس محلاها برشا برشا. كمية مشاعر، كمية جمال، وكمية راحة نفسية. أنا نسكن في الجبل والمناظر الطبيعية لهنا فاقت الخيال. تجوا لهنا تنسى كل شيء. يا جماعة باش يجي نهار والعباد تولي هجرة عكسية والعباد تحرق لتونس، وانا احساسي ما يخيبنيش. باش يجي نهار وتونس تلقى حظها بين البلدان، وتلقى حظها كوجهة اقتصادية وسياحية وثقافية وكل شيء. ان شاء الله يا ربي يصير هذايا. الشمال الغربي بكلنا نحن الاغلبيه بتاعنا ما كناش نصوروا، كنا نعيشوا في جنه. لكن مستحيل واحد يبي يسكن في بلاصه قبل هذا كان ينجم يصور بلاصته ويسوقها. يبدا معناها ما يصورش الا ما يجي واحد اخر من بلاد اخرى يصور له بلاده ويهبطها. ما نعرفش خاطر هو استانس بها، خاطر هو ظروف صعيبه، ما نعرفش انا وينو بالحق. الصوره عندها تاثير كبير. يعني المشهد كله ما بعرف.